طبعا القطن الكاميروني هيستضيف الهلال السوداني. افضل نتيجه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وبالنسبه للنادي الاهلي هي فوز القطن او التعادل، بس ولكن الفوز افضل. لكن الهلال السوداني لا قدر الله لو كسب القطن، انت كده دخلك في قصه ان انت لازم تكسب القطن بره، لازم تكسب القطن بره. طبعا هو ده حاجه مش صعبه، بس هيدخل الهلال في اجواء البطوله، لان الهلال هيلعب في القطن يوم الجمعه، وهيلعب الماتش اللي بعديه في السودان. فطبعا هيبقى معاه 9 نقط لو كسب القطن، وكسب القطن طبعا في السودان. فانت المجموعه هتتعقد لو الهلال السوداني كسب. كل دي ارقام. الواحد بس حابب ان هو يوضح لكم الرؤيه، ان الفرقه دي مش سهله. الفرقه دي السنه دي هم حاطين عينهم على دوري ابطال افريقيا. احنا قابلنا سان داونز الخمس نسخ اللي فاتت، قابلناهم في 2019 طبعا بالهزيمه الهزيمه الثقيله طبعا الاهلي خسرها، وقابلناهم في 2020 في فايلاند. الاهلي كسبهم هنا 2-0. ان هو كان فعلا منحهم من الكوره، وجي وراح اتعادل هناك 1-1. ان هو اللي بدأ بالتسجيل. في 2021 موسيماني، انت هناك كسبتهم 2-0، وهناك اتعادلت 1-1. ونفس القصه، بس بقى السنه دي بقى السنه اللي فاتت العكس بقى. السنه اللي فاتت هم غلبوك هنا 1-0، وغلبوك هناك 1-0. فانت القصه كلها انت لازم تبين لهم العين الحمراء من اولها ان شاء الله. وان شاء الله بعون الله دور الجمهور هيكون قوي في الماتش زي ده. ان شاء الله الاستاديو يكون ال 10000 اللي هيحضروا ان شاء الله يكون صوتهم يرج الملعب ان شاء الله. ان شاء الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي ان شاء الله.